قامتنا الأصلية ويؤصله، فهو لا يقرر فقط أن الله كرم الإنسان وبسط سلطانه على الأرض وعلى البحار في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا. لم يقتصر تفضيل القرآن على أن الله أمر الملائكة أن تسجد أمام أبينا، وهي درجة رفيعة. كذلك ما يذكرنا القرآن بها في مثل ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ليس هذا فحسب، ولكن إذا ما نحينا جانبا تلك الإشارات الخارجية إلى الكرامة الإنسانية، وإذا ما وقفنا أمام القيمة الأخلاقية، فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر إلى الطبيعة الإنسانية على أنها شريرة في أصلها كما يقول بعض الفلاسفة، ولا على أنها فاسدة فسادا عضالا، بل على العكس من ذلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي أسلمناه